خلصت معانا النهاردة طريقة البسكوت المملح بطريقة سهلة جدا، وهتعمليه في 3 دقايق. حلو جدا مع كوباية الشاي الصبح، او طبعا بالليل مع قطعة جبنة كده. هو تحفة. يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا طريقة البسكويت المملح. معانا المكونات كالآتي: 3 كوبايات من الدقيق انا منخلاهم، معايا كوباية زبدة على زيت، نص كوباية لبن، معلقة سمسم محمصاها، ومعلقة حبة البركة. تمام. ومعايا هنا اهوت معلقة ملح، لان احنا هنعمل بسكوت مملح، معلقة من السكر، معلقة من البيكنج باودر. اول حاجة هنزل كده اهوت بالسمسم وحبة البركة محمصاهم، وانزل بكوباية الزبدة على الزيت. تمام. معايا كوباية اللبن، همزجهم كده اهوت حاجة بسيطة. هنزل بمعلقة السكر ومعلقة البيكنج باودر، ومعانا معلقة صغيرة من الملح. تمام. ادوبهم حلو قوي. معايا الدقيق طبعا هنا اهوت مغربلاه كويس. دول 3 كوبايات متوسطين بتوع الشاي. وطبعا احنا ولا هنعجن ولا حاجة، احنا بندم المكونات بس كده اهوت ايه مع بعض. بسكويت سهل وطريقة سهلة جدا. همزجهم كده، لمهم كده اهوت مع بعض. العجينة طرية معانا والمكونات كده اهوت مظبوطة. هحطها كده اهوت على اي كيس كده، او ممكن تحطيها على الرخامة كده على طول، وهنفردها كده اهوت بالنشاف. نبقى ايه قطعها بقى عندنا بالشكل اللي احنا بنحبه. طبعا احنا بناخدوا الزوايد دهيت وبنرجعوا تاني نفردوا العجينة وبنعملوها من اول وجديد. عندي هنا اهوت صينية مدهونة كده اهوت على خفيف. خلصت كده اهوت معانا الكمية، ما خدتش 3-4 دقايق وبس. بتقعد في الفرن على حسب درجة حرارة الفرن عندكم، من 10 دقايق ل12 دقيقة بالكتير قوي. مطلعهاش بعد كده اهوت او اكتر من كده، عشان خاطر البسكوتة ما تبقاش معضمة او ناشفة. ادخل دراعي معايا. خلصت معانا النهاردة طريقة البسكوت المملح بطريقة سهلة جدا، وهتعمليه في 3 دقايق. حلو جدا مع كوباية الشاي الصبح، او طبعا بالليل مع قطعة جبنة كده. هو تحفة.